لا تكاد المقالات والتدوينات تتناسل في عديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية متناولة محاربة زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش هذا الصيف بين مؤيد ومنتقد. ولعل المتتبع سيلاحظ تحاملا كثيرا منها على السلطات الإقليمية، تحامل يصل حد الاتهام بالتواطؤ وغض للطرف عن هذه الزراعة. الحقيقة أن سلطات الإقليم وعلى رأسها مؤسسة عامل الإقليم اختارت هذه المرة شن عملية إتلاف شاملة لا تبقي ولا تذر، في إشارة أن زمن محاباة قد ولى وانتهى، وإن استعمال ورقة زراعة الكيف من طرف أي كان، خصوصا بعض الكائنات السياسية لاستمالة الناخبين قد أصبح من الماضي، وهو أمر لم يرق لبعض هذه الكائنات التي انبرت لتأجير أقلام وصفحات للهجوم على سلطات الإقليم. أمر لا يعد أن يكون محاولة يائسة للضغط على عامل الإقليم وسلطاته التي انتهجت هذه المرة مقاربة عادلة تشمل أباطرة هذه الزراعة الكبار كما الصغار الذين ظلوا لسنوات لا يتمتعون بالحماية التي يحظى بها البارونات، وهو ما يفسر ظهور تلكم المنابر التي تفتح نيرانها على السلطات بلا هوادة. كيف لا وهذه الأخيرة باختيارها تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تمييز تكون قد أعلنت عن التحرر والتخلص من ضغوطات وفي بعض الأحيان إغراءات لوبي هذه الزراعة الذي تغول مستعينا بكل الأدوات بما فيها بعض السياسيين الذين بنوا أمجادهم الانتخابية مستعملين ورقة دعم مزارعي الكيف. إن ما يجري صيف هذا العام بجماعات الإقليم خصوصا الجبلية، القلة، تطفت، بوجديان، بنعرس، عياشة، تزروت، انكرفط وزعرورة يبشر بعزم سلطات الإقليم تطهيره من هذه الزراعة التي رهنت النهضة والتنمية البشرية بهذه الجماعات وأخرت تحقيقها. جدير بالذكر أن المغرب استكمل كل الجوانب القانونية لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية منتصف 2022، وإن إقليم العرائش لا يدخل ضمن الأقاليم التي يشملها التقنين. فهل تكون هذه السنة سنة سيادة القانون والحسم مع ممارسات الماضي ومساءلة كل من تسبب في انتشار هذه الزراعة؟ وهل يفشل بارونات هذه الزراعة في مساعيهم عبر هذه المقالات للي ذراع السلطات للاستمرار فيما كانوا عليه؟